راندي ويستون هو عازف البيانو والمؤلف الموسيقي الأمريكي الشهير، صاحب الدور الأكبر في إشعاع موسيقى الجاز عالمياً. ما علاقته بالمغرب؟ على غرار هنري ماتيس، بول باولز، وتينيسي ويليامز وغيرهم من كبار الفنانين في العالم، وقع راندي ويستون في غرام المغرب وثقافته عموماً، ومدينة طنجة خاصة، وكان ذلك إثر جولة قام بها في إفريقيا في 1967. كانت محطتها الأخيرة هي المغرب، وهي الزيارة التي قادته إلى طنجة التي كانت مركزاً إبداعياً ومدينة عالمية تجذب الفنانين والمبدعين. ووقع راندي ويستون في حب الثقافة المغربية، وخاصة موسيقى غناوة، وهي موسيقى طقوسها روحية تعود بجذورها إلى غرب إفريقيا، وتجمع بين الإيقاعات المتكررة والغناء العاطفي. ولد راندي ويستون في بروكلين في الولايات المتحدة. تميزت موسيقاه بتأثرها العميق بالجذور الأفريقية للجاز، وهو من أوائل من دمجوا الإيقاعات والمقامات الإفريقية بالموسيقى الأمريكية، وخاصة موسيقى الجاز. وقد زار المغرب أول مرة في أواخر الخمسينيات في زيارة فنية، لكن مقامه فيه طال واستقر فيه بشكل دائم تقريبا ابتداء من سنة 1967. جاء ويستون إلى المغرب باحثا عن الجذور الروحية والإيقاعية لموسيقى الجاز، ووجد في المغرب خصوصا في الموسيقى الغناوية رابطا قويا مع موسيقى أفريقيا التي طالما ألهمته. كما أعجب بالثقافة المغربية وكرم أهلها، ورأى في طنجة مكانا مثاليا للعيش والإبداع. الرائع هو أنه حينما توفيت والدتي أقيمت لها جنازتان، واحدة في بروكلين والثانية في مسجد بمراكش. وحينما غنت جوقة الأورليانز أغنية الوداع في فندق مراكشي، كان الناس يصفقون معها. كان هناك شيء روحاني في ذلك البلد. استقر راندي ويستون في مدينة طنجة التي أصبحت مقرا لإقامته الدائمة لفترة طويلة، وقضى في المغرب ما يقارب 20 سنة من أواخر الستينات حتى الثمانينات تقريبا، مع زيارات منتظمة لاحقا بعد عودته إلى الولايات المتحدة. فتح راندي ويستون في طنجة ناديا ثقافيا موسيقيا يعرف باسم أفريكان رايمز كلاب. كان هذا النادي ملتقى للفنانين من مختلف أنحاء العالم، تنظم فيه حفلات موسيقية تجمع بين موسيقي الجاز الغربيين وفناني غناوة وموسيقى أمازيغية. دمج آلات وإيقاعات مغربية تقليدية في موسيقاه، وكان يستقبل فيه العديد من نجوم الجاز العالميين أمثال ديزي جيليبسي، آرت بليكلي، ماكس روتش. كما زاره العديد من المفكرين والأدباء الأمريكيين والأفارقة، وكان منزله وناديه بمثابة ملتقى الثقافة العالمية. وقد أعجب بالغناويين المغاربة أمثال المعلم عبد القادر مرابط ومحمود غينيا، وكان يسجل مقاطع صوتية مع فنانين محليين ويعرضها في جولاته العالمية. وقدم عروضا فنية باسم المغرب في عدة مهرجانات دولية، معرفا الجمهور الغربي بجمال وغنى الثقافة الموسيقية المغربية. ترك راندي ويستون أثرا كبيرا في جسر التواصل الثقافي بين أمريكا وإفريقيا عبر المغرب. ألف عدة أعمال مستوحاة من تجربته المغربية، مثل ألبومه الشهير بلو موزيس، والمستمد من مقطوعات سيدي موسى الغناوية. وكتب سيرته الذاتية بعنوان أفريكان رايمز، التي خصص فيها فصولا كاملة لتجربته في طنجة والمغرب عموما. وقد قال ويستون في المغرب كلاما جميلا نذكر منه هذه الكلمات: الغناويون هم أساتذة الإيقاع،
عندما تستمع إليهم تشعر أن هناك شيئا أعمق من الموسيقى، إنه اتصال بالروح. هذا ما حاولت نقله إلى الجاز الخاص بي. طنجة كانت مدينة ساحرة بالنسبة لي. كل يوم هناك كان يعلمني شيئا جديدا من الموسيقى والحياة والناس. طنجة كانت مدينة ساحرة بالنسبة لي. كل يوم كان يعلمني شيئا جديدا عن الموسيقى والحياة، الناس، الأسواق، الأصوات، كل ذلك أصبح جزءا مني. في المغرب اكتشفت أن الموسيقى ليست مجرد نوتات أو ألحان، بل قصة الشعب. تعلمت من المغاربة كيف أروي قصتي الخاصة من خلال البيانو. الوقت الذي قضيته في المغرب جعلني أدرك أن الموسيقى هي طقس، مثل ما يفعل القناويون في طقوسهم. نحن كموسيقيي جاز نحاول الوصول إلى شيء أعلى منا. أشعر أنني مدين للمغرب، لقد أعطاني أكثر مما أعطيته. الناس هناك فتحوا قلوبهم وموسيقاهم لي، وهذا غيرني إلى الأبد.